السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم معكم هاد العصير كيجي رائع سهل واقتصادي وناجح 100%. تقدروا تحضروه في هاد الحراره هادي، فما غاديش تلقاو احسن منه. ما نطولش لكم، ندوزو مباشره المكونات وطريقه التحضير. فبالنسبه للمكونات ديال هاد العصير هذا، غادي نحتاجو جوج ديال الحبات ديال البرتقال، يكونوا بحجم متوسط، ما يكونش كبار بزاف وما يكونوش صغارين. كناخذ واحد الحكاكه وكنبقاو كنحكوا هاد القشور ديال هاد البرتقال كما كتشوفوا. حاولوا البنات ملي تكونوا كتحكوا البرتقال ديالكم ما توصلوش القشره البيضاء، باش هكا العصير ديالكم ما يجيكمش فيه داك المرار. فمن الافضل انكم تحكوا غير القشره اللي كتكون اورانج. صافي، من بعد ما كننتهي وكنضيفوا على هاد القشور ديال البرتقال كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه. هنا المقادير كنعطيهم لكم بالعبار. وغادي نحتاجو كذلك واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه ديال الفاني، حيت الفاني ديما كيتواتى لينا مع البرتقال فكيعطي واحد اللذه خطيره، وبالاخص لهاد العصير هذا. هنا كما كتشوفوا كنخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم حتى كيصبح لينا هاد القوام هكا كريمي، والسكر كيذوب لينا في الياغورت. هنا كما كتشوفوا هاد البرتقال كنقيوه وكنحيدوا منه داك الجلده البيضاء باش ما ديرش لينا المرار في العصير ديالنا. ضروري البنات خصنا نحيدوا داك العظومه وداك الجلده البيضاء وهاد القلب ديال الليمون. فضروري خاصنا نحيدوا هاد القشور هادو باش هكا العصير ديالنا ما كيجيش مر. صافي، من بعد ما كنتهي وكنضيفوا نصف لتر من الماء، كنضيفوه بشكل تدريجي للخليط وحنا كنحركوه. من بعد كنصبوه في الكاس ديال مولينكس اولا في الخلاط الكهربائي، وكنطحنوه لمده ديال 5 ديال الدقائق حتى كنحصلوا على واحد العصير اللي كيكون متجانس. ومن بعد ما كنطحنوا العصير ديالنا كنصفيوه ضروري باش كنحيدوا منه داك الجلود ديال البرتقال. فبالنسبه لهاد العصير البنات تقدروا تحتفظوا به في الكونجيلاتور لمده طويله، فما كيطرى ليه والو، كيجي لذيذ ورائع. البنات انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم، غير جربوه وردوا عليه في لي كومونتير. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. فاكيد الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.